يا ساتر. معاك الخربوش، عامل ايه يا اخويا؟ اتمنى تكون بخير. الواحد بقى للاسف اليومين دول ما بيصليش يا جدع، مش عارف بكسل ولا ايه، بس في حاجة بتمنع الواحد لما بيلتزم يا دوبك هما يومين ويرجع تاني. اللي هو بتقول ازاي؟ طب اعمل ايه عشان التزم؟ ده انا بشوف عم عبده كل يوم، يعني راجل قد شعر راسه شايبه معدي ال70 بالاجازات والجمعه، ما شاء الله عليه يا جدع. بيصحى الفجر كل يوم يتوضى، ولا يا جدع شاب رياضي. فاللي هو ازاي؟ ده انا في شبابي. فتفكر كده، لا العيب مش في السن، شكل اللي واقف فيا انا السبب يا جدع. انك يا جدع انت عارف ان معظم مشاكلك لو صليت هتتحل. حاجة غريبة فشخ انك تكون عارف اللي صح وما تعملوش، فتزهق في الاخر وتقول ايه، انا خلاص مفيش فايدة فيا، انا مش عارف التزم بالصلاة. كل مرة بعذر مختلفة، مرة اصل بذاكر، مرة الشغل، مرة اصل مش حاسس بالخشوع، مرة تقول لنفسك يعني ربنا هيتقبل مني الصلاة بعد كل اللي بعمله ده. فتبريرات ورا تبريرات ورا تبريرات، اللي هي بالمناسبة كلها فتنة. فحسسني بحبيطك ها. والله عيب تظن فيا كده يا جدع، انا اكيد جاي وجاي لك الحل. معنى كتاب فاتتني الصلاة ليه اسلام جمال، اللي بيرد على اهم سؤال المفروض يعني استنتجته ايه السؤال من اللي انا كل اللي حكيته ده، واللي هو ازاي انتظم في الصلاة. فتعالى نقسم الطريقة ل5 أو 6 أفكار. 1 يوما ما، 2 قبل ما تصلي، 3 انت أفكارك، 4 ضبط النفس، 5 متشاورش عقلك، 6 الوقت ده هيعدي. 1 يوما ما، يعني ايه يوما ما بقى؟ هقولك اخويا، انت اكيد كمسلم عايز تصلي وعايز تبقى كويس يعني، وانت عارف انك لو صليت احوالك هتتحسن، هتبقى اهدى وقلبك فيه سكينة كده. بس برضه انت مش عارف تصلي. حاجة غريبة فشخ انك عارف ايه الحلو والصح وبرضه ما بنعملوش. يحرق ميتين الإنسان على الصبح. فالمهم، انت عارف ان الصلاة مصدر الراحة ومش بتصلي برضك، فانت بتدخل بقى حالة اسمها يوما ما، منتظر حاجة من السما كده هتيجي تغير الأحوال وهوب هتبقى تصلي، أو منتظر حاجة كده هتيجي تغنيك. طبعا انت مش تختني يا فاجر. فالمهم، فالتسويف يشتغل بقى، أو تفضل تقول ايه، رمضان الجاي هلتزم، يوما ما هتكون حياتي زي ما أنا عايز، يوما ما يوما ما يوما ما، تزود أعذارك كمان وكمان، أصل الشغل واخد وقتي، دراستي، مش بعرف أخشع في الصلاة. فأول حل يا صديقي، اخرج من عالم يوما ما ده، وبطل تخلق لنفسك أعذار أصل كذا وكذا. أول خطوة في طريق الالتزام بالصلاة، اعترف إن مفيش أي عذر يخليك تسيب الصلاة. 2 قبل ما تصلي، الكاتب اسلام جمال هنا كتب جزئية جامدة فشخ، والتي هي قبل ما تصلي، بديهي يعني. فالمهم الجزئية دي بتقولي بقى إن قبل ما تصلي المفروض تعرف ازاي انفرضت الصلاة وامتى. انفرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، يعني بعد 12 سنة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 12 سنة كاملين كان الرسول بيكلم صحابته عن قدرة الله عز وجل وعظمته ورحمته ولطفه، فالصحابة عرفوا الله عن كثب. فلما خدت بالك من كثب دي، فلما جه فرض الصلاة كان من الطبيعي التزام من حديد، لأن هم عارفين الله عن كثب فعلا، التزام حبا لله وتقربا له. فانت كمان ببساطة لازم تعرف عن الله عز وجل، تسمع درس عن الدين، تسمع قرآن، تسمع أي حاجة تقربك من ربنا إن كانت صغيرة، إن فعلا هتفرق معاك، اعرفه هتحبه فمش هتقدر تبعد عنه. 3 انت أفكارك يعني ايه الكلام ده؟ أقول لك ببساطة، انت أفكارك برضو. يعني لو فضلت تقول لنفسك أنا مش هقدر ألتزم، مش هتلتزم فعلا، لكن لو قلت لنفسك أنا هعرف ألتزم، انت فعلا هتلتزم، ودي حقيقة. ففي مقولة بتقول لما تقول أنا أقدر أو ما أقدرش، فأنت في الحالتين صح. 4 ضبط النفس. يعني ايه ضبط نفس؟ كتعريف، ضبط نفس هو القيام بشيء في وقت محدد سواء بتحبه أو لأ. وإن كنت فاكر إن هقولك الحل السحري للصلاة، ده للأسف مش موجود. لازم تجاهد نفسك، لازم لما نفسك تلهيك تديها قلم خدامين كده وتقول لها لأ لأ. حتى إن كنت حاسس بالملل في الصلاة أو إنها تقيلة، استمر، لأن فعلا بالاستمرار تبقى أقرب عمل لقلبك. 5 ما تشاورش عقلك. يعني ايه الكلام ده؟ أقولك يا صديقي، يعني في وقت كده في دماغك هتقولك ايه، طب نصلي دلوقتي ولا لما اخلص شغل، استنى اكل ولا اروح نصلي؟ متخليش الحتة دي تجيلك، ايا كان اللي بتعمله متفكرش في ان تصلي ولا لأ، ارمي نفسك في البحر على طول. سمعت الأذان، سكت الأفكار اللي في دماغك في انك تصلي ولا لأ، وتقوم تهب على طول.
6 الوقت اللي بتحس بيه هيعدي، الوقت اللي بتحس فيه انك ملان وانك بتصلي الوقت ده هيعدي، الوقت اللي انت مش حاسس فيه بخشوع الوقت ده هيعدي، انت بس عليك انك تستنى، تدي لنفسك شوية وقت، شوية صبر كده. وفي جملة حلوة قالها مؤلف الكتاب، فبس كده يا صديقي، دي الحاجات اللي في الكتاب تساعدك انك تلتزم في الصلاة. كل الكلام ده ملوش لازمة الا لو كنت فعلا جواك عايز تلتزم وعندك النية. فلو تاخد حاجة واحدة من الحلقة دي لازم تبقى ضبط النفس، اعمل حاجة لأنها صح مش لأنك حاببها يا غالي. وبس كده، كان معاك الخربوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.